كتواجدوا هنايا كأمهات أو تلاميذ هذا منكر اخاي، اللهم هذا منكر، لا حول ولا قوه الا بالله. علاش التضيع هذا؟ كلشي كنسكتوا عليه، حتى التعليم ما غنسكتوش عليه، كيف اليوم كيف غدا كيف بعدو كيف دائما حنايا هنايا تيعملوا معنا شي حل. الاساسي ضايعين والتلاميذ كثار، التلميذ كيمشي يقرا وكيرجع عند الام ديالو. علاش يا ولدي ما قاريش؟ علاش ما قاريش؟ غدا ما قاريش، بعدو ما قاريش، صبرنا على 3 ايام دابا ظلمونا، رجعوا لنا يومين في السيمانه، الجمعه والسبت. ولا يعقل ان الطفل يقرا الجمعه والسبت وقال لك غيقراو على بعد. كاينه شي قرايه على بعد وانت بامكانك تقرا على بعد، ما كاينش شي قرايه على بعد. التلميذ ما كيفهمش، هو استاذ في الدار، هو استاذ معاه حاضر، ما بالك يقرا التلميذ في التليفون. انا عندي جوج الاطفال، كيفاش غنقري هاد الوليدات بالتليفون؟ شمن وقت غنعطينا هذا وشمن وقت غنعطينا هذا؟ وعندي جوج اخرين غنقابلهم ياكلوا ويشربوا وينعسوا، وديك جوج هذوك خصهم يقابلوا في التليفون باش يقراو. لا يعقل، لا يعقل، هذا علم، هذا عرض. بحال اللي كيقولوا الامهات كاملين كتواجدوا هنايا اليوم كحقوقي. سبب التواجد ديالنا هو الدراسه، ولادنا اللي واقفين على الدراسه. دابا طالعين في 3 شهور باقي ولادنا ما قاريين ما حتى شي حاجه. حنايا علاش كنجيو اليوم يوميا كنجيو هنايا نفس الوقفه نفس المطالب وباقي ما كاين حتى شي حل. المطالبه ديالنا يشوفوا الحل الاساسي دا، مش الاساسي دا، يشوفوا الحل وليداتنا. انا ولادنا ضايعين، انتينا كتشوف هادشي هذا ما كيحرقكش في قلبك. راه حنايا صافي، انا عندي جوج ثانوي واعدادي، هما جالسين الثانوي عندها الباك هاد العام، هي جالسه ضاع على العام ديالها. واخا كنعمل المحاولات ديالي معاها في الدار باش تقراو هذه، ولكن ما كافياش. يعني هي المدرسه والدار وبالصف. دابا هي جالسه في الدار، وعندي بنتي في ثانيه اعدادي، يعني العام اللي ماشي غيكون عندها 9. جوج فيهم ضايعين وماشي اولادي ضايعين، ولاد الشعب كاملين ضايعين، وحنايا خصنا الحل. ما عرفناش ثاني نوصل بينا هادشي هذا. سؤال واحد كيراود الفكر ديالنا حنايا كاولياء امور، واش كاينه شي حل ولا ما كايناش؟ واش غنقري وليداتنا ولا ما غنقريوهمش؟ هادشي اللي بغينا. واش غتكون سنه بيضاء ولا ما غتكونش؟ لان بريفي كيقري ولادهم وحنايا ضايعين. ما عرفناش، خصنا نعرفوا الجواب الاخر، واش كاينه قرايه ولا ما كاينه، باش نعرفوا حنايا شنو نعملوا. ما نبقاوش حنايا نخرجوا الزنايق هيدا وصافي، غير هباء منثورا. الهضره ديالنا كتمشي غير هيداك وصافي. التواجد ديالنا هو الاضرابات المتواصله اللي دابا اكثر من شهرين ولادنا ما كيقراولناش. ولادنا يعني ما كيقراوش في العموم نهائيا. ديك 3 ايام باش كنصبروا بها اولياء الامور. ديك 3 ايام انا مثلا بنتي في الاعدادي كتمشي كتجي فيها الوقفه ديال الاثنين، كتجي فيها 2 ساعات الوقفه ديال الجمعه، كتجي فيها الوقفه ديال السبت. يعني بنتي ما كتقرا ليش التوتال ديالها 5 ساعات في الاسبوع. انا بالنسبه لي حتى ديك 3 ايام يزولوها، لا ما كانش الحق والحل حتى ديك 3 ايام تزول. يعني انا خصنا الحل، ما خصناش نصبروا راسنا واوهام خاويه. حنا كنا كنتظروا الحوار دبارة، حوار لا جدوى.